صباح الفل عليكم. فيديو ما قبل سريع كده ما قبل معركة كوت ديفوار. العنوان هنقدر نقول عليه ما يقدر على القدرة الا ربنا. والله احنا لا عندنا مدرب ولا عندنا خطة ولا عندنا طريقة لعب، بس هي ماشية بالستر وسر الدعاء والسجدة زي ما بيقولوا. ربنا يستر من ماتش بكرة ان شاء الله. الماتش صعب، كوت ديفوار فرقة تقيلة جدا مش طبيعية. أحسن أجنحة في البطولة هي ونيجيريا، أمادو ديالو في اليمين ودياموندي في الشمال. فربنا يستر على محمد هاني وفتوح، مش عارف هيوقفوهم ازاي. فمطلوب من حسام ايه؟ مطلوب من حسام ان هو يركز دفاعيا، ازاي يقفل على الجبهات دي ويحط يعني ثنائيات وثلاثيات، ما يسيبش ابدا واحد على واحد في اي فرصه. ازاي يعمل التكتل دوت بقى؟ انه ممكن يلعب باتنين ستة مثلا ويودي مهند لاشين يساعد مع فتوح، ومروان ينزل يساعد مع هاني الناحيه التانية ناحيه اليمين. ما يسيبش ابدا واحد على واحد. وازاي تخنق اللعب وتضايق المساحات عليهم، ما تديهمش فرصه ابدا ان هم يروحوا عليك بزياده عدديه. القلب برضو كده كده في حمدي فتحي مع الاتنين مساكين، فده اوكي. بس ما بعد بقى دوت ان انت تقفل عليهم وتخنقهم. لما تيجي تطلع بالكورة انت محتاج حد في نص الملعب. هل امام لوحده كافي قدام الاتنين ستة؟ يلعب قدامهم 8 أو 10 طبعا. هل هتلعب قدام بأني رباعي بقى او اني ثلاثي؟ في رأيي أنا صلاح يمين، مرموش شمال، مصطفى محمد في النص، يهد برضو في الاتنين مساكين بتوعهم قوية وصراع ورخمين، مش هيسيبوا برضو مساحات كبيرة. فمحتاجين مصطفى محمد يبقى قدام. وكده كده انت عندك يعني تريزيجيه اتصاب، فحللك الجزء من المشكلة ان انت هتلعب بمين. فأسرع اتنين عندك هما مرموش وصلاح. ومصطفى محمد حتى ممكن تقدر تستخدمه زي ما كان كيروش بيستخدمه، بينزل مع الستة اللي هو فرانكي سي، ما يمنعه من الاستلام وبنى الهجمة يعني في الوقت اللي انت هتضغط حتى ميديم بلوك، يعني مش هتطلع تضغط من قدام برضو. والباقي بقى على ربنا. بس خلينا نقول ان مش عارف ليه السيناريو بتاع النهارده او مباراه بكره يعني بيفكرني ب 2008. كوت ديفوار كسبانه مش فاكر مين بالاربعه والخمسه، ودايس على وش كل الناس، ودروجبا وقف كده وراح رافع على وشه وعامل. واحنا يا عيني غلابه كنا كسبانين انجولا بالعافيه 2-1، واللعيبه بتاعتنا حتى كانت قلقانه ونزلوا يصلوا الفجر عشان ربنا يكرمهم. لقوا لعيبه كوت ديفوار بتصلي الفجر معاهم، قال لك طب ما هم مسلمين وبيصلوا زينا، هنعمل ايه؟ ملناش اي ميزه عليهم. ونزلنا دوسنا على وشهم 4-1. فمش عارف لقطه ديالو اللي طلع على كتف اللعيب وطلع يعمل الكاميرا وبتاع، هل دي هي في سيناريوهات في كده في الكوره بتتكرر وبتقعد تتعاد مع السنين؟ ده الامل الوحيد اللي الواحد حاطه، ان اللعيبه دي بالروح وبالرجوله، انكار الذات بتدوب الفوارق الفنيه يعني. فارجو ان شاء الله يبقى بكره تكرار لي سيناريو 8 ونعرف نعمل حاجه قدام الناس دي، لان كوت ديفوار فرقه تقيله قوي. واحد ما كانش واخد باله منها، بس لا، الناس دي من احسن الفرق اللي الواحد شافها في البطوله. وربنا يستر. توقعاتي ان احنا يا رب نقدر نوصل يا نخطف جون بقى وننام عليه، يا نوصل لاكسترا تايم وضربات جزاء وشوبير ساعتها ينزل ونقدر نخلصها. يا رب يدعوا معانا. اشوفكم على خير.